داخله مع الحكومه في المحكمه على اساس ما كاين لا تعويض لا حتى شي حاجه. انا دخلت على جوج اهداف. هذا سميتو دوار البويرات. هذا دوار البويرات على اساس يعني الجمع ديال البير. الجمع ديال البير يعني هذا بزاف ديال البير كنظن ابار، لان هذه الارض هذه تبارك الله واحد الارض اللي هي غنيه لا بالغابه ديالها. شوفي الغابه كيفاش دايره، لا بالمياه. انا البير حفرته عطاني 20 متر وعطاني الماء. غنيه هذه الارض. المهم ما عليناش. المهم انا مع في الخدمه الصباح حتى كيعيطوا لي الساكنه شي ناس دايزين من هنا كيلقاو بان الطراكس كتهدم. علاش غادي تهدم ليا وانا ديجا رحنا داخلين المحكمه؟ نورمالمون ملي غادي تهدم ليا، انا ملي دخلت المحكمه ما خديتش شهاده المخالفه. نورمالمون لقيت. واخا نبداو من الاول. علاش دخلتي المحكمه؟ دخلت المحكمه لان مشيت على اساس استفاده بحال الناس، بحال الساكنه. راه درت اللايف الاول واللايف الثاني. ملي كنمشي كنتفاجئ بان سعاده القيد الله يكثر خيره جاب لي واحد اللجنه. هذيك اللجنه ملي قرات الملف ديالي وشافت الكونطرا وشافت البلان وشافت عندي رخصه وعندي هذا، تيقول لك لا هذه السيده ما عندها حتى شي حاجه. قلت له علاش ما عندي حتى شي حاجه؟ قال لك ما عندك حتى حاجه. قلت له واخا ما عندي حتى حاجه في هذه الارض، مهم عشوائي ما كاين حتى شي مشكل. هذا كيف حنا مع الاصلاح، حنا مع سيدنا وعاش الملك، ما كاين حتى شي مشكل. المشكل اللي كاين وهو ملي طلع واحد السيستيم ما بقيتش عرفته. ملي طلع سعاده القيد كيقلب في السيستيم قال لك انت ما طلعتيش في السيستيم يعني انت ما غاديش تستافدي. علاش انا ما غاديش نستافد؟ واخا نبداو معاك من الاول. انت هذه الارض شريتيها؟ هاد الارض شريت انا شريت الدار. انا شريت فيها دار لتحت وصلحت الفوق، وعندي الرخصه باش صلحت البيبان وباش درت، لان كان غير باب اللور. مبالغ ماليه مهمه. مبالغ ماليه. واخا هاد الرخصه عطاوها لك في الجامعه. بيان سور في الجامعه. وهذه الجامعه ما تعطيك الرخصه الا وانك واحد السيده اللي ساكنه قانونيه. ملي هاد الناس ما عارفين هاد الارض ماشي قانونيه. طلعت تاكل كرموس نزل شكون قالها؟ ملي هاد الارض ماشي قانونيه. علاش النهار الاول درتوا لنا؟ علاش كنمشيو للمقاطعه ولا الجامعه كاين صحيح الامضاء، يعني طعنوه في واحد المؤسسه. رخصه طعنوه في الجماعه. شهاده هذه الحيازه عدليه طعنتو في العدل. علاش هذا الشيء كله؟ ملي نتوما عارفين هذا الشيء غادي يتهدم وحنا عندنا العشوائي. النهار الاول ما تعطينيش رخصه باش غادي على انا وسط ديك الدار اشنو داير؟ حاطه سبع، رانا حاطه دار، حاطه حيوط، حاطه فراش، حاطه هذا. دونك الرخصه حتى هي علاش ما تعطيوهاش ليا النهار الاول؟ هذه من جهه. يكون تنسيق ما بين السلطات. يعني ماشي واحد المؤسسه اللي هي تابعه للدوله تعطيني رخصه باش انا نصلح ونصلح ميحه 100 مليون سنتيم. حنا اليوم غندويو بلغه الارقام. انت شريتي ب 100 مليون سنتيم. شريتي هاد الارض فوق منها واحد الدويره عباره على فيلا صلحتيها بالرخصه ديالك، جبتي رخصه باش حفرتي البير، المسائل ديال قانونيه. لا انت لهاد الناس كلهم اللي كيسمعوا فيا، كاين اللي عنده الفيلا وكاين اللي عنده الدويره ديالك، كل واحد على حسب امكانياته. واحد النهار قالوا لكم هذا الشيء راه ماشي ديالكم. لا دابا هي نورمالمون كيقولوا عشوائي. انا خديت الدار سفليه. واخا حيدي عليا الدار العشوائيه. انا ما تنزل صافي ريبولك انت عشوائيه. دابا حنا تسمينا عشوائيه. دوي معايا على الارض. رغم ان النهار الاول تيقول لك مدن ديال القصدير، حنا ما عندناش القصدير راه استافدوا ب 80 متر وعطيتهم بقعه. حنا اللي عندنا الفيلا عطينا بارتما فيها 50 متر. واخا علاش الارض ما بقاتش ديالك؟ الارض لا هذوك الناس انا دايره هاد الورثه ها هي دايره حيازه في 2020. كنتفاجئ بان هاد الناس مشاو باعوا. انت اصلا ما شريتيش من عند الورثه؟ لا ما شريتش انا. انت شريتي من عند هذاك اللي باعوا ليه الورثه؟ ثلاثه عاد باش هو وصلته انا. ولاو عاوتاني بايعين. اش من عام شريتي انت؟ انا شريت في 2012 وهما امتى عاودوا باعوا لهذاك اللي 20. هما نيت الورثه. وهاد نفس الاسماء اللي كاينين في الحيازه، نفس الاسماء اللي باعوا. تبعت الارض في 2025 واتصلت بسعاده القيد وقلت هذه. اش من نهار في 2025؟ 8 يناير. هي تبعت 2025. دابا نص احتيال. وهضرت مع سعاده القيد قلتها لي، قلت لي سعاده القيد، قلت لي راه شتك شهاده اداريه ما عطيتيهاش لينا باش نحفظوا ارضها، حيت وعدني القيد اللي قبل من هذا القيد هذا الله يجازيه بخير قال لي راه غادي نعطيك شهاده اداريه. والساكنه كنتفاجئوا باللي كيتبدل القيد بين ليله ونهار. تبدل القيد، جا هذا القيد جديد قال لي داكشي ديال وزاره الداخليه ما تندخلوش لهم فيه اللي كيبدلوا ولا يصيفطوا ولا شي حاجه. ملي جا هذا القيد الجديد قال لي لا راه ممنوع شواهد اداريه على عملات نواصر بوسكوره. قلنا ما كاين حتى شي مشكل. قلت لي سعاده القيد، قلت له المهم حنا علاش بغينا شواهد اداريه؟ غير باش نحفظوا على اراضينا واليوم باش يبداو التيتر فونسي ديالك. داكشي اللي كاين. قال لك لا راه محبوسين. قلنا ما كاين مشكل. قال لك نهار غادي يتسرحوا غادي نعطيهم لك. كنتفاجئوا وقلت لي راه غادي تتباع الارض. قال لي لا ما كاينش تتباع. كنتفاجئوا بان كتباع الارض نهار 8 يناير 2025. وكاله مفوضه. الناس اللي شراوها انا ما كنلومش هاد الناس اللي شراوها، الله يعاونهم، ولكن هاد الناس اللي شراوها ملي غيبغيو يمشيو للمحافظه ودا غيلقاو هاد الارض راه باقا في السميه
ديال الاولين الملكيه ديالهم وكاله مفوضه. هاد بوكاله مفوضه يقدروا ياخذوا شهاده اداريه ويقدروا يدخلوها المحافظه، وهاد الناس كلها غتمشي على عناد بابا. هذا هو المشكل. دابا حنا ما كنطلبوا حتى حاجه. انا دارت هدمات اللي عطى الله تعوضي على الله، رغم انني دقيت جميع البيبان ولا اذن صاغيه، ولكن باذن الله الرحمن راه باب العرش ديما محلول. الحمد لله في وجه المواطن، ما عليناش. دابا اللي كنطلبوا من السلطات وهو يوقفوا معنا ويعطيونا شهاده اداريه غير باش نامنوا ارضنا، با بلوس. غير شهاده اداريه كل واحد يامن باش ارضه. نتوما تمشيو تسجلوا وتحفظوا الاراضي ديالكم، حيت دابا انت من غدا غيجي داك السيد وراك راه سجل وحفظوه. الله اعلم. لا ما يقدرش يسجل تيعطي شهاده اداريه. انا سعاده القيد وعدني قال لي ما غادي نعطي شهاده اداريه حتى شي واحد. قلت له الا كنتي غادي تعطيها لان باقا الارض في النزاع في قلت لك المحكمه. الا كنتي غادي تعطيها لشي بروموتور يستافد هو، عطي لهاد الناس كل واحد عطيه شهاده اداريه فيها المساحه ديالو، ندخلوها المحافظه ونحفظوها. وليو باش غادي يساومني سمسار ولا غادي يساومني ب 500 درهم نبيعت انا بثمن ريزونابل وانا نستافد. ضعت في داري وما استافدش في الحيوط، على الاقل نستافد غير في ودوك الارض. الناس اللي شراو من عند ورثه يمشيو يدعيوهم بانهم نصبوا عليهم. شحال شراو؟ وكل واحد بشحال كيقول لك ما عرفتش، كل واحد بشحال كيقول. لا اللي غيهضر فين غير طارق اجي خويا طارق اجي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اش هاد الشيء طارق؟ اختي حنا راه كتشوفي حنا راه امتثلنا العمليات الهدم ودرجونا في المخطط ديال دور الصفيح. مع العلم حنا راه كانوا عندنا بتي فيلا ما كنا الاراضي ديالكم. الاراضي ديالنا حنا انا شاري ب 56 مليون. شحال من مترو؟ 200 متر. وحنا راه زياده وخلقنا راه ابا عن جد. يعني ما جاو بغاو الارض قال لك حنا مع الاصلاح ومع البلاد ديالنا تصلح وامتثلنا الهدم. يعني وعدونا باش غيعطونا شواهد اداريه عاد هدمنا. قال لك الارض ديالكم راه ما غيدير لكم حتى شي حد. حنا غنهدموا لكم العشوائي. حنا نمتثلوا بطبيعه الحال، بالرغم من ان الناس عندهم رخص ديال الاصلاح من عند الجماعه ومن عند رئيس الجماعه. نديروا حنا هاد الناس ماشي مشكل، امتثلتوا الهدم. دابا ولات ارضكم غتمشي لكم. هذا هو الاشكال. ما بين عشيه وضحاها كان القيد الاول وعدنا وقال لنا شوف ديروا جمعوا لي الورقات ديالكم. مشينا للمصالح كامله من بينهم المياه والغابات الحوض المائي، جمعنا الوراق باش ناخذوا شهاده اداريه. عطيناهم ليه خداهم من عندنا. هو هذيك الساعه كيدير لاباساسيون مع القيد الاخر. كما قلتي هذاك الامر ديال الداخليه حنا ما تيهمناش، كيمشي قيد ويجي قيد، الاداره كتبقى قائمه بالذات ديالها. يعني حنا بغيناهم يبقاو معنا على ديك الكلمه. دابا حنا دخلت مافيا ديال العقار على هذه الارض هذه، مشاو داروا وعد بالبيع مع الورثه اللي كاينين فيهم واحد اللي بايعين ما عرفت شحال واحد عاد باع كبير فيهم ما بقى ساكن معنا هنا. جزء كبير ما كيتسالش مترو هنا ما بقاش عنده، ما خلاش باع واستافد. الله ينفعوا بها. كيديروا كومبرومي. يعني الناس كان الامل ديالهم بعد الله هما دوك البقاع باش يخلصوا ديك 12 مليون. دابا الناس بقات متشرده وما فكروش حتى في الدراري. يعني الدراري راه داز عندهم واحد اني بلونش، يعني من بينهم بنتي انا. ولو يقول لك لا حكا راه مشينا راه وزاره التربيه الوطنيه شافت بعين الاعتبار واي مدرسه مشيت ولا سجل. انا ما عنديش باش غنكري، مشيت عند ناس اخرين بعاد على المنطقه اللي انا ساكن فيها باش نبقى مستقر. دمرونا ودمروا الناس كاملين. راه اغلب هاد الناس كاملين راه كانوا كيتسناو باش يبيعوا دوك البقع ديالهم باش يخلصوا. حنا راه امتثلنا، ولكن هما راه تعداو علينا. يعني حنا لقاو ناس هنا كانوا ناس مسالمين. حنا ناس هنا ناس بسطاء مسالمين، ناس كيتعايشوا مع بعضياتهم، ناس دراوش مع راه ما لقاوش عندنا مشكل في الهدم. راه زيرو مقاومه. يعني جاو عندنا امتثلنا، ولكن هما تكرفصوا علينا. يعني الوعود اللي عطاونا راه ما وفوهاش معنا. دابا حنا دابا داك السيد اللي جا شرا من عدد الناس حتى هو تناشدوه جي جلس مع الناس اللي شارين بالفلوس ديالهم. اكيد حنا ما شغلناش كيف ما قالت الاخت ليلى في هذا السيد اللي شرا، لانه ربما حتى هو ضحيه ديال نصب واحتيال. ولكن لا يعقل ان واحد الناس شراو واحد الاراضي بمبالغ ماليه مهمه، اولا كيف ما كل واحد والطاقه ديالو. اليوم هاد الناس امتثلوا للهدم، كيقولوا ماشي مشكله سيدي حنا ضد العشوائيه وحنا مع السلطات وحنا اي حاجه قالوا السلطات مرحبا. ولكن باش هاد الناس يتسحب من تحت منهم البساط كيف ما كنقولوا، غيبقاو لا دار لا دوار. هذا هو اللي كنطبق عليهم مثل ديال لا دار لا دوار. قبل ما نختموا غناخذوا كلمه، بغيتي تعطينا شي كلمه الحاج؟ السلام عليكم. الله يجزيك بخير. حنا دابا قلتي واحد الكلمه، دابا قلتي بان هاد الناس اللي شراو ما عندهمش علم، وهما راه كيسكنوا معنا في نفس الحي وعارفين اش واقع، وشراو ب 500 درهم باش شراوها المتر. وحنا انا 30 عام هذه باش شاري ب 35 350 درهم للمتر. ما يمكنش.
قلت لك ما يمكنش اذا هذا عارف وساكن وعارف لا سيتياسيون ديال هاد الناس اللي يريبوا لهم، وقال الورثه انا غنشري الصداع ماشي جمعهم وجمع الورثه وجمع السمساره، جمعوا ليه الورثه ومشى عمر لهم روسهم وداروا معاه وعد بالبيع وداروا معاه، يعني هذا راه حتى هو واحد من النصابه، ما غاديوش نقولوا هذا ما نهضروش عليه، عارف هو عارف ساكن حدانا هنا اللي كيشري المسروق. الله يرحم الوالدين، واش بغينا وبينو حنا كاع يجي يعمر علينا، حنا بغينا نبيعوا رزقنا باش نمشيو نخلصوا، راه حنا حوايجنا مليوحين، حنا راه باركينا عند عباد الله، علاش غادي يبدا واحد ساكن في فيلا؟ انا كاع مستافد مثلا عاطي واحد المبلغ وخاصني 10 ديما مليون، ما يعطوك الاستفاده يعطوك ارضك بيعها بالثمن وسير شري. وانا كانت عندي 100 متر ولا عاطيني 45 متر وكلها ميديتي، راه تمشي تشوف والله العظيم خاص هنايا في بريستيج اندلس والله العظيم الا الميديتي بالرب عامين وهما مسدودين ما تباعوش لهم وجابوهم لصقوا لنا في ظهرنا بجناب السكه، ماشي مشكل ولكن عطيونا وهادشي راه كيضر، هادشي راه ضرنا اكثر من القياس، ضرينا في حيوطنا، كيقول لك بني عشوائي، دخلنا عليك بالله الا ما دوري الكاميرا وشوفي الحيوط، والله العظيم الا هادو صح من هادوك اللي صيفطونا ليهم بالله كاع بنيين على اليد، حيت بنادم بنيهم على العشق وبالشهوه. مشاهدينا